على احد المشجعين وغيورين الفريق السي نور الدين مراقب بالعش. قول لنا السي نور الدين اش كيظهر لك في هاد الانتدابات وفي هاد المشاكل وفي هاد الظروف غير ناجحه لفريق فاس السيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عياش نور الدين ملقب بالعش، احد محبين وغيورين الفريق فتح سيدي بنور. انا يا شنقول لك الاخ، انا من الناس الاولين اللي ناداو وطالبوا بتصريح ديال احد القنوات الرياضيه بان المكتب المسير ديال فريق فتح سيدي بنور ماشي بالمستوى، ماشي المكتب كامل، بعض الاشخاص اللي لا علاقه لهم بالرياضه هما اللي كيسيروا كيتحكموا في المكتب ديال فريق فتح سيدي بنور، والنتائج كارثيه الجمهور كامل كيعرفها داخل مدينه سيدي بنور وخارج مدينه سيدي بنور. هاد الناس مسؤولين على الرياضه في البلاد. انا بغيت نوصل واحد الرساله للعامل صاحب الجلاله، المسؤول الاول في البلاد على الرياضه، وماشي غير على الرياضه، على جميع المصالح، بانه وكنقولها وكنعاود ناكدها، انا كنطلب من عامل صاحب الجلاله بالمدينه باش يستدعي الناس المسؤولين على الرياضه في البلاد، لان اموال طائله صرفات لحد الان. حنايا كجمهور ومحبين كنسمعوا بان الفريق صرف لحد الان ما يقدر ب 150 مليون. فاش تصرفت هاد 150 مليون ما عرفناهاش. درج الرئيس قدم استقاله، تعلن عن جمع عام استثنائي، دار ما يدار في القاعه. حنايا معلومين، الناس منخرطين معلومين بان الجمع العام استثنائي في المركز الثقافي على حدود الساعه 7. ما بالك كنتفاجئوا بان الاجتماع دار في قاعه الافراح بدون علم المنخرطين بان بان الجمع تاجل. ونعرف واحد القضيه بغى يعرف الجمهور البنوري والرياضي بصفه خاصه، شنو الدخل ديال المجلس البلدي في المكتب المسير. كاينين الناس اللي باغيين يدخلوا للفرقه، يشدوا الفرقه، يسيروا الفريق، وكاين بعض الايادي الخفيه اللي كتلعب باش هاد الناس ما يشدوش الفرقه. وكنوجه رساله لرئيس المجلس البلدي بمدينه سيدي بنور، راه كيتحمل مسؤوليه كبيره في هادشي اللي كيوقع في البلاد. واش الفريق الرئيس قدم استقاله والفريق على الفريق فكر في عفريت كنحتلوا المرتبه الاخيره، وكيقول لك المكتب صرف 150 مليون. مدربين جاو ماشي بمستوى، جا المدرب الاول الملقب بحريره دار ما بغى صيفطوا بحاله، جا المدرب وزوقات لاعب اللي كنا كنعرفوا لاعب كبير فريق رجاء البيضاوي وجمعيه الحالي والمنتخب الوطني، ولكن ماشي مدرب ديال الهوات. جابوه هو اللي كانت ايادي خفيه هي اللي جابته دون استشاره المكتب المسير. داروا مع كل واحد كيقلب على المصلحه ديالو. بان هاد الناس اللي مسؤولين على الرياضه في البلاد، انا كنوجه نداء لجميع الغيورين على فريق فتح سيدي بنور داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وداخل المدينه وخارج المدينه، باش تكابر الجهود ديالهم ويجيو يوقفوا مع هاد الفرقه. هاد الفرقه راه محطوطه في ايادي غير امنه، راه كنقولها وكنكررها، وكنبغي هذا الكلام ديالي يوصل صاحب عامل صاحب الجلاله بالمدينه، اللي كنظن انا ما هادشي اللي كيوقع في داخل الفريق ما محاش على درايه به. انا كنت انا احد اشخاص احد محبين مشينا باش نطالبوا واحد جلسه مع صاحب عامل صاحب جلاله، ولقينا ما مساليش. جينا بحالاتنا، خدينا موعد وجينا بحالاتنا. هاد الناس راه حشومه وعيب وعار هادشي اللي كيديروا في هذا الفريق. وكنطلب وكنزيد ناكد بان هاد الناس ايادي غير امينه،
انتدابات. واش عمركم شفتوا ان كونترا ديال اللعابه والتفاوض مع اللاعب في المقاهي في المقهى اللعاب كتسينا لي كونترا؟ حنا اللعاب ما كنعرفوش واش ما كاينش مكتب مسير. كاينين 3 الناس اللي كيسينوا الكونترات، راه كاين مكتب مسير وكاين اختلاسات ماليه. اختلاسات ماليه نعطيك امثله. الماتيريال ديال الفريق، الامتعه، الكواري، كاين دلائل، وهادشي راه تقال بحضور الصحافه في الجمع. هادشي راه في علم الصحافه بان الناس اختلست اموال في التونيات، والناس اختلست اموال في الصيرفيطات، والناس اختلست اموال في الشراء ديال الكواري، والناس اختلست اموال في الشراء ديال الماتيريال ديال الفريق. وراه كتشوفوا كلشي قدامكم ان النتائج كارثيه، وان الفريق بعد ما قدم المكتب الاستقاله ديالو والرئيس ديال الفريق قدم الاستقاله ديالو، والناس اللي كانوا في المكتب بعدوا منهم الا بعض الناس اللي كنشكروهم من هذا المنبر هذا، كنشكروه وكنصفقوا عليه بحراره السيد الوجدي اب المرحوم امين الزناتي واحد الاعضاء غيورين على الفريق اللي غايرين على الفريق، اللي بقاو واقفين مع الفريق في المحنه ديالو. وكنزيد كنعاود كنشكر السي الزناتي، السي محمد اب المرحوم اللاعب السابق للفريق فتح سيدي بنور اللي ضحى بالنفيس والغالي من اجل الفرقه، وباقي الان كيضحي كيخسر الاموال من جيبه. وهاد الناس الله يهديهم على هاد الفرقه. حشومه فريق فتح سيدي بنور مؤسس في السنوات اللي كاين فروق دابا كيتلعب في القسم الوطني الاول، مؤسسين حنا قبل منهم. والناس مسؤولين على الفريق كيقول لك لا العامل ما كيعاونناش، المجلس ما كيعاونناش، حتى واحد من اصحاب الشكاره ما كيعاونوناش، وهاد الناس شكون اللي غيعاونوا؟ وواحد الرساله بغيت نوجهها لرئيس المجلس البلدي. الفريق كيعيش ازمه، خليو السياسه بحدها والرياده بحدها. اللي كيدير الرياده نعطيوه الرياده، واللي باغي السياسه يمشي يدير السياسه، اللي باغي الصداع وباغي يدير الفوضى خليه يمشي يدير الصداع والفوضى. واحد السبب اخر شنو هو بغيت نعرف انا واحد الحاجه في المكتب، انه كاين انا كصحافي كيبان لي انا شي وحدين تما ما عمري شفتو كمشجع ما عمري شفتو كيلعب كره داز لاعب كره صغير ولا شي حاجه. كنشوفو كيبان شبه معوق، وكتلقاه من المكتب شبه معوق، ما كيبانش انه لاعب كره. شنو السبب؟ تخلاه يولي مع المكتب، هو ما كيفهم والو في الكره. كتلقاه سائق طاكسي، كتلقاه بزاف. غير نفهموا هاد النقطه هذه. النقطه الاخ مروان السبب ديالها الوحيد هو ان المكاتب بعض المكاتب المسيره السابقه اللي تعاقبت على الفريق ما كانتش كدير اعلان بان الفريق الاعلان ديال المنخرطين باش يدخلوا منخرطين جداد. والسنه الماضيه في الجمع العام طرحت هذه الفكره، علاش ما كديروش اعلان منخرطين يجيبوا لعابه باش يجيو ينخرطوا هذا العام. داروها دخلوا منخرطين جداد. وحنا كنطالبوا للناس ديال الرياده اللاعبين القدامى ديال الفريق. هذه هي النقطه اللي بغيت نسول. النقطه اللي كنركز عليها هي ان الفريق خصو يستعن بالخدمات ديال اللاعبين السابقين القدامى اللي عطاو شي كثير، بدلوا الغالي والنفيس، واللي لعبوا في جميع البطولات في سيدي بنور، دفاع حسين الجديدي، منتخب الوطني للشبان، بزاف. كاين بحال مثلا الحاج الملقب باسبانيا. وفي الختام كنبغي نشكر الناس اللي تطوعوا في المقابله الاخيره اللي مشات فيها الفريق في واحد الرحله
يرتلى وتحداو، وكنشكر اللعابه اللي تحداو الظروف والاجواء ديال السفر اللي كانت، وجابوا لنا تعادل نقطه ثمينه خارج مدينه سيدي بنور، مدينه الداخله. وانتم كتعرفوا السفر المدينه الداخله. وكنشكر هذوك الناس اللي تطوعوا ومشاو مع الفرقه، ضحاو بالعمل ديالهم ومشاو مع الفرقه، والمسؤولين اللي كانوا في المكتب اللي تا واحد ما تسوق هذيك الفرقه، والان تا واحد ما تسوقها. وكنطلب منهم خصوصا يبقاو بعاد من هذه الفرقه، لان لقيت اللي بعدوا من الفرقه قدموا استقاله وبعدوا من الفرقه في جوج المقابلات، الفريق رجع التوازن ديالو، حقق انتصار داخل اي ميدان وتعادل خارج الميدان وتعادل خارج الميدان. راه مجهود كبير بذلوا اللعابه، راه كاينين بعض الايادي الخفيه اللي في المكتب ما بغاش المكتب يزيد لقدام وما بغاش الفرقه تزيد لقدام. وكنطلب من عامل كنأكد عليها وخرج نأكد عليها، كنطلب من عامل صاحب جلال يوقف على هذه الخروقات اللي كاينه في الرياضه في البلاد. انا كنهضر على الرياضه بصفه عامه من مدينه سيدي بنور، بان الرياضه بصفه عامه من مدينه سيدي بنور انقرضت انقراض ديناصورات، الا وكيقلبوا على الكره باغيين يحيدوها. ان هادشي شنو السبب ديالو؟ هو اللامبالاه، والناس اللي ما كيفهموش في الرياضه وما كيفهموش في الكره بالخصوص كيدخلوا للميدان كيطفلوا على الميدان. انا ماشي ضد الاشخاص، انا ضد التسيير، باش التسيير غير عقلاني باش كتسير الفريق. اللعابه ما كيستاخذوش مستحقاتها ديالهم في الوقت نظرا للظروف والنتائج اللي كيحققوا، ما نصفاتهمش. والسبب انا هما كيقول لك المدرب اللي مشى سي عزيز اوزوغات وبعض المسيرين في المكتب اللي كانوا كيحملوا المسؤوليه للعابه، يقول اللعابه ماشي في المستوى. انا نتحدى اي واحد يقول لي اللاعب ماشي في المستوى. عندنا مدينه سيدي بنور منبع النجوم، والسبب الوحيد اللي خلانا كنستعنوا باللاعبين الاجانب. اللاعبين انا ماشي ضد اللاعبين الاجانب ولا اللاعبين اللي خارجين للبلاد، انا مع اللاعب اللي غيجي ويعطيني اضافه في الفريق. والسبب اللي خلانا نستعنوا باللاعبين خارج المدينه هو عدم الاهتمام